مساء الخير أصدقائي، تفصلنا دقائق قليلة على انطلاق مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الغريمين التقليديين ريال مدريد و اف سي برشلونة. المقابلة تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإسباني لا ليغا، على بعد 6 دورات على نهاية البطولة. هذه المقابلة جد مهمة لأن الفوز بها من طرف فريق ريال مدريد يعني حسم لقب الدوري بنسبة كبيرة. الفوز من طرف اف سي برشلونة يعني تقليص الفارق مع ريال مدريد فقط إلى 5 نقاط، وبالتالي تجديد الصراع على الليغا. وبالتالي هذه المقابلة جد مهمة لأنها كذلك تأتي بعد أيام قليلة على إجراء الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الذي عرف تأهل فريق ريال مدريد إلى دور نصف النهائي بعد مقابلة ماراثونية في إياب الدور أمام مانشستر سيتي، وبذله الكثير من الجهد البدني والذهني في هذه المقابلة. وبين كذلك فريق اف سي برشلونة الذي أقصي ولم يتمكن من التأهل إلى المربع الذهبي على يد باريس سان جيرمان في مقابلة صعبة عرفت طرد مدافعي أروخو في الدقيقة 30 وعانى الأمرين وانهزم بحصة كبيرة. وبالتالي هي مقابلة لتأكيد قوة فريق ريال مدريد، أحقيته بالصعود إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وكذلك تتويجه باللقب، أحقية تتويجه باللقب. وكذلك هي كذلك فرصة لإعادة الروح إلى الفريق الكتالاني، كذلك انتعاشته. ويبقى الفريقين على سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري، حيث أنه في المباراة الأخيرة تقريبا حققوا 5 انتصارات متتالية، وهذا يعطي فكرة أن المقابلة مساء اليوم ستكون قوية ومشوقة. أكيد أن كل فريق يحاول أنه يلعب نقاط قوته ونقاط ضعف المقابلة. المستوى التكتيكي تتنبأ بأن يكون هناك أنواع مختلفة في طريقة اللعب على ممر المباراة، وبالتالي تنتوقع سيناريوهات يعني متعددة ومختلفة. فريق ريال مدريد سيحاول الضغط مع البداية، فرض أسلوبه سيطرته، وبالتالي مناقشة المقابلة وفق معطياتها. فريق اف سي برشلونة سوف ينتظر، سوف يحاول القيام بعملية استحواذ على الكرة، تصيد أخطاء فريق ريال مدريد، وبالتالي تكون مقابلة يقدرون يقولوا بأنها مقابلة بأوجه مختلفة طيلة 90 دقيقة. سننتظر ونرى فرجة ممتعة. نلتقي بعد المقابلة من أجل قراءة سريعة في مجرياتها.